أحدثت السوشيال ميديا ثورة في عالم الرياضة، حيث غيرت بشكل جذري طريقة وصول اللاعبين إلى الشهرة وبناء علاماتهم التجارية. قبل ظهور هذه المنصات، كانت شهرة اللاعبين تعتمد بشكل كبير على أدائهم في الملعب وتغطية وسائل الإعلام التقليدية. اليوم، تمنح السوشيال ميديا اللاعبين منصة مباشرة للتواصل مع الجماهير على نطاق عالمي. يمكنهم مشاركة جوانب من حياتهم الشخصية، والتعبير عن آرائهم، والتفاعل مع المعجبين بشكل فوري، مما يخلق شعوراً بالتقارب والتواصل الوثيق. هذا التواصل المباشر يبني ولاءً قوياً لدى الجماهير ويساهم في زيادة شعبيتهم. كما أن السوشيال ميديا أصبحت أداة قوية للاعبين لعرض مهاراتهم وقدراتهم، خاصة أولئك الذين يلعبون في دوريات أقل شهرة. مقاطع الفيديو والصور التي يتم نشرها على هذه المنصات يمكن أن تنتشر بسرعة كبيرة، مما يجذب انتباه الكشافين والأندية الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، سهلت السوشيال ميديا على العلامات التجارية والشركات الراعية الوصول إلى اللاعبين والتعاقد معهم كسفراء لمنتجاتهم. اللاعبون الذين يتمتعون بحضور قوي على هذه المنصات يصبحون أكثر جاذبية للشركات، مما يزيد من دخلهم وشهرتهم. لكن في المقابل، يمكن أن تكون السوشيال ميديا سلاحاً ذا حدين. أي تصرف غير مسؤول أو تعليق مسيء يمكن أن ينتشر بسرعة ويؤثر سلباً على سمعة اللاعب. لذلك، يجب على اللاعبين توخي الحذر وإدارة حساباتهم بعناية. باختصار، السوشيال ميديا أصبحت أداة أساسية للاعبين لبناء شهرتهم وتعزيز علاماتهم التجارية، ولكنها تتطلب أيضاً إدارة واعية ومسؤولة. في غضون عقد أو عقدين، سيصبح الأمر أكثر تعقيداً، وسيصبح اللاعبون بحاجة إلى فريق كامل لإدارة ظهورهم الإعلامي على أكمل وجه. اليوم، لا يزال بإمكان بعض اللاعبين 53 تحديداً القيام بذلك بمفردهم.